بما ان دي الحلقة رقم 100 في البودكاست، فحبيت اقول لكم اني بحب كل الناس اللي بتسمع البودكاست ده، عشان كده جايب لكم افلام بتتكلم عن الحب. وبالنسبة للسناجل محدش يقول مش هسمع حلقة فيها افلام رومانسية وانا سنجل. انا برضو زيكم سنجل وعملتها، خلينا نزق مع بعض الدنيا. وبرضو ما تفتكروش اني هتكلم عن فيلم تيمور وشفيقة، انا شايله لحلقة العلاقات التوكسيك. يا مساء الفل عليكم، وحلقة جديدة من بودكاست الكتابة فكرة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الكتابة في الأفلام الرومانسية، وإيه اللي بيخلي فيلم رومانسي مميز عن فيلم تاني. وكمان ممكن تطلعوا من الحلقة دي بكام فيلم ممكن يبقوا ترشيحات ليكوا تتفرجوا عليهم. هو عامة الأفلام الرومانسية بحسها مش واخدة حقها شوية، الناس بتبص عليها كأفلام ملزقة أو إن ما فيهاش فكرة. يعني كلها مجرد اتنين بيتقابلوا وبيستهبلوا شوية وبعدين يحبوا بعض وبعدين يتخانقوا وبعدين يتصالحوا وبعدين يتخانقوا خناقة أكبر شوية وبعدين الناس كلها تحاول تساعدهم وهم يرفضوا ويفضلوا كده لحد في الآخر خالص قبل ما نقفل الفيلم بيقرروا يتصالحوا. ده اللي الناس بتشوفه في معظم الأفلام الرومانسية، بس عشان نكون منصفين دي نوعية معينة من الأفلام الرومانسية. بس في أفلام بتبقى بتتكلم عن الحب بيكون فيها فكرة حلوة وقصة كمان حلوة، ودي الحاجة اللي بتخلي فيلم رومانسي يبقى مميز وواضح إن فكرته بتوصل حاجة، مش مجرد فيلم رومانسي تقليدي. وده اللي خلاني عملت القائمة دي بأكتر 10 أفلام رومانسية أو بتتكلم عن العلاقات تستاهل تتشاف وفيها فكرة حلوة. والقائمة دي أنا مرتبها بناء على التفضيلات الشخصية والأفلام اللي أنا شفتها. فلو في فيلم الناس حست إن أنا ما قلتوش وإزاي ما جبت سيرته، فإما هو مش من مفضلاتي ودي حاجة عادية، أو إن أنا ما اتفرجتش عليه. نبتدي بقى مع بعض القائمة كده ونخش من الأول. المركز العاشر فيلم 50 First Dates، إنتاج 2004. الفيلم من بطولة آدم ساندلر، وأنا عارف الناس هتقول إيه، بس لا، الفيلم ده يا جماعة من أفلام آدم ساندلر القليلة اللي تتشاف، وأنا برضو ما بحبوش بس بحب الفيلم ده. وكان معاه في البطولة درو بيريمور. أحداث الفيلم بتدور حوالين هنري، الشخص اللي عنده fear of commitment، خوف من الالتزام أو الارتباط، وبيخاف يدخل في أي علاقة لحد ما بيقابل لوسي اللي بيعجب بيها جدا وبيقرب منها ويبقى حاسس إن هي دي فتاة أحلامه اللي كان بيدور عليها. وبعد ما بيخرج معاها في ديت بيلاقي تاني يوم وهو جاي يقابلها إنها بتقول له أنت مين وبتضربه وبتتعامل معاه على إنه حد ما تعرفوش أصلا. وبيكتشف هنري بعد كده إن لوسي حصل لها حادثة خلت ذاكرتها قصيرة الأجل، يعني أي أحداث شافتها خلال اليوم بتنساها تاني يوم بعد ما بتصحى من النوم. هل هنري هيلاقي طريقة يفضل بيها مع لوسي من غير ما تنساه، ولا هيختار الطريق السهل اللي بينصحوه بيه إنه يسيبها؟ ده اللي بنشوفه في أحداث الفيلم. الفيلم ده من النوعية الرومانتيك الكوميدي، فيه كوميديا لذيذة وفيه رومانسية وجزء درامي برضو حلو قوي. عشان كده بقول إن الفيلم ده حلو. وفيه كمان رسالة حلوة، إن رغم إن هنري كان ممكن يسيب لوسي خالص أو إن دي تبقى بالنسبة له العلاقة المثالية، هيقضي معاها شوية وقت ومش هيكون مطالب بارتباط ولا أي حاجة. كل ما هيقضي معاها وقت هتيجي تاني يوم تنساه ويقضي معاها وقت جديد ويعيد كده من الأول. طبعا دي حاجة بالنسبة لبعض الشباب في مصر حاجة ايكونيك جدا وبيدوروا عليها كلهم، بتكلم عن الناس التوكسيك. بس هنري بقى هنا كان مصمم انه يكمل حياته مع لوسي، مش مجرد انها تكون مجرد علاقة. ودي كانت رسالة الفيلم، ان لما بتحب حد قوي بتقرر تكمل معاه مهما كانت الصعوبات. طالما قلبك حبه وعقلك اختاره يبقى هتكمل معاه مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعوبات، وده بيكون الحب اللي بجد فعلا. الفيلم من الأفلام الحلوة قوي، الأفلام اللي تستحق إنها تتشاف، من الأفلام المفضلة بالنسبة لي. في المركز التاسع فيلم من أفلام 2004 برضو، فيلم من الأفلام الكلاسيكية جدا بالنسبة لي، فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind، بطولة جيم كاري، كيت وينسلت، مارك رافالو. أحداث الفيلم بتدور حوالين جويل المحطم عاطفيا، واللي بيخرج في يوم من الأيام فبيقابل في القطر كليمنتين، وبيحصل بينهم تقارب بشكل هم ما كانوش قادرين يفهموا سببه، كأنهم عارفين بعض من زمان. وبنكتشف بعد كده إن هما الاتنين كانوا في علاقة عاطفية مع بعض وسابوا بعض لأنهم ما كانوش قادرين يتفاهموا. وكليمنتين راحت لمركز طبي اخترع تقنية مسح ذكريات ومسحت كل ذكرياتها مع جويل، اللي لما بيعرف بيتضايق وبيقرر يعمل زيها ويمحي كمان هو ذكرياته. وبنشوف خلال الأحداث التنقل بين الذكريات بتاعتهم عشان نعرف إيه اللي حصل بالظبط، إيه اللي حصل لما يكتشفوا إن هما كانوا عارفين بعض من زمان، وهل هيقرروا في الآخر يمحوا ذكرياتهم بعد ما تقابلوا ولا لأ.
ده اللي هنشوفه في أحداث الفيلم. يعتبر الفيلم ده من أجمل الأفلام اللي اتكلمت عن العلاقات، والسيناريو بتاعه ذكي جدا، وكسب الفيلم جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو في 2004، وترشحت كيت وينسلت لجائزة الأوسكار أفضل ممثلة، بس خسرتها لصالح هيلاري سوانك اللي كسبت عن فيلم مليون دولار بيبي، وده برضو فيلم أنصحكم تبقوا تتفرجوا عليه. بس خلينا في موضوعنا اللي هو فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind، واللي احتل المركز السادس في سلسلة أفضل 100 فيلم في القرن ال21 حسب هيئة الإذاعة البريطانية. والحقيقة الفيلم ده جميل في كل حاجة، تصاعد السيناريو من أول ما بنشوف تعارف جويل وكليمنتين، وبعدين بنعرف إن ما بينهم علاقة انتهت، وبنشوف إزاي علاقتهم انتهت من خلال الذكريات، ونشوف إزاي أي قصة حب ذكرياتهم فيها حاجات حلوة وحاجات مؤلمة ولحظات صعبة. ومع كل ده في خطوط درامية ماشية بالتوازي مع قصة جويل وكليمنتين، وبرضه بتوصل رسائل حوالين العلاقات. وأحلى ما في الفيلم ده رسالته اللي بتقول هل فعلا في علاقات حب تستحق فرصة تانية ولا لأ، وإزاي تعرف إذا كانت العلاقة تستحق فرصة تانية فعلا. الفيلم من أجمل الأفلام الرومانسية من وجهة نظري، وفيه تمثيل حلو قوي، وكمان نهايته جميلة جدا. والنهاية بتفتح الباب اللي المتفرج فيه بيفكر في أسئلة كتير حوالين العلاقات، ومنها إن المفروض إن العلاقة اللي فيها تناغم نحاول نديها فرصة تانية مهما حصل، لأن الحب بيعدي عليه لحظات ضعف ولحظات ملل، ولازم نعرف إن اللحظات دي هي الاختبار الحقيقي لقوة الحب ده، ولازم ندي فرصة تاني للحب طالما إن العلاقة دي فيها اللي يدعمها. الفيلم ده برشحه ليكم جدا تتفرجوا عليه، هتتفرجوا على جرعة من الرومانسية واللطافة، والنهاية اللي زي ما قلت لكم معمولة بشكل حلو قوي وهيلمس قلوبكم. في المركز الثامن فيلم من أفلام 2016، وهو الفيلم الياباني يور نيم. طبعا غريبة شوية كمان إن هتكلم عن فيلم ياباني وفيلم أنمي، بس الفيلم ده من أحلى أفلام الأنمي اللي شفتها. الفيلم قصته بتدور حوالين بنت هنختصر اسمها ونقول ميتسو، عايشة في بلد ريفية وحاسة بملل ونفسها تعيش كولد. وبتصحى ميتسو في يوم من الأيام بتلاقي نفسها فعلا عايشة في جسم ولد اسمه تاكي وعايش في طوكيو. وبيفضل ميتسو وتاكي أجسامهم تتبدل كل ما يناموا، وبيسيبوا رسائل لبعض علشان يعرفوا بعض، لحد ما الموضوع بيقف فجأة. بيقرر تاكي إنه يدور على البنت اللي كان هيتنقل لجسمها، وبعد بحث طويل بيكتشف إن ميتسو ماتت بعد ما نايزك وقع على البلد بتاعتها من 3 سنين، وبيكتشف إنه كان بيتواصل مع ميتسو وهي في الماضي، فبيقرر إنه يحذرها عشان تهرب من النايزك ده وتفضل عايشة. هيعمل كده إزاي؟ وهل هيقدر ينقذها ولا لأ؟ وهل لما هينقذها هيفضل فاكرها ولا هيكون في تضحيات؟ ده اللي بنشوفه في أحداث الفيلم. قصة الفيلم خيالية جدا طبعا، بس تصاعد الأحداث في الكتابة كان في منتهى الجمال. والحقيقة إن الفيلم ده أنا بشوفه فيلم رومانسي حلو قوي، لأنه اعتمد على بناء العلاقة بين الاتنين وحبهم لبعض، مش عشان شافوا بعض، لأ ده عشان كل واحد فيهم عاش حياة التاني وحس بمشاعره ومشاكله وأحلامه، فبقى كل واحد فيهم بيحب التاني لأنه شافه من جوه. وفي الفيلم ده برضو واحد من أجمل مشاهد النهاية اللي تقدر تقلبك من فوق منعطف مشاعرك بسهولة. ورسالة الفيلم كمان إن العلاقات بتاعت الحب القوية مش بتتبني على انجذاب الشكل بس، دي بتتبني لما بنفهم بعض ونفهم مشاعر بعض، فساعتها كل طرف بيشوف التاني من جوه، فبيبقى قادر يفهمه ويتعامل معاه ويحبه صح. فيلم يور نيم من أنجح وأحلى أفلام الأنمي اللي ممكن تشوفوها فعلا، وكل حاجة فيه معمولة حلوة قوي. والمناسبة كان فيه فيلم اتعمل في 2006 قريب جدا من فكرة يور نيم، وهو فيلم ذا ليك هاوس من بطولة ساندرا بولوك وكيانو ريفز. نفس الفكرة بالظبط، بس إيقاع الأنمي كان حالم أكتر، عشان كده جبته واتكلمت عليه. بس ذا ليك هاوس برضه فيلم حلو يستحق يتشاف، فلو أنت ما شفتش حد فيهم لا اتفرج عليهم هما الاتنين، أفلام هتبسطك جدا. نروح بقى للمركز السابع، وهو الفيلم الفرنسي أميلي إنتاج 2001 بطولة أودري توتو وماسيو كاسوفيتس. الفيلم بتدور أحداثه حوالين أميلي اللي عاشت طفولتها في عزلة بسبب أهلها بسبب حدث معين، فكبرت عندها خيال واسع وطريقة خاصة في ملاحظة العالم حواليها. ولما كبرت بقت بتشتغل في مقهى صغير في باريس، وهناك بتكتشف إنها بتقدر تسعد الناس بحركات صغيرة، فبتقرر تكرس حياتها علشان تنشر الفرح لكل اللي حواليها. لكن رغم كل ده أميلي نفسها بتكون وحيدة، لحد ما بتقابل نيكو اللي عنده هواية غريبة، شاب بيحب يجمع الصور الضايعة من آلات التصوير الفورية. أميلي بدل ما تعترف بمشاعرها
بتبدأ لعبة مليانة ألغاز وتلميحات علشان تشوف إذا كان الحب ممكن يكون ممتع بقدر ما هو معقد ولا لأ. هل هتقدر أميلي إنها تلفت انتباه نيكو، وهتقدر إن هي تلاقي السعادة لنفسها زي ما بتديها للناس؟ ده اللي بنشوفه في أحداث الفيلم. الحقيقة إن السيناريو بتاع الفيلم ده رغم إنه ممشيش في شكل قصص الحب التقليدية، بس فيه سببين خلوني أشوفه فيلم رومانسي حالم جدا. أول سبب إنه بيقول إن الحب في التفاصيل الصغيرة، مش لازم الحب يكون درامي ومليان مشاهد انفصال وعودة. حب ممكن يكون في نظرة سريعة، في لعبة صغيرة، في مساعدة شخص من غير ما يعرف. الفيلم بيعلمنا إن الحب ممكن يكون بسيط، بس بيكون من بساطته مليان سحر. تاني سبب بقى هو الرومانسية الغير تقليدية اللي حطها السيناريو، إن خلى حب أميلي لنيكو هي بتحاول تظهره من خلال تلميحات وكأنها بتلعب لعبة ممتعة، وده برضه في إطار كوميديا خفيفة في الفيلم. ورسالة الفيلم كانت هي إنه بيدينا درس مهم، إننا ساعات بنكون شاطرين قوي إننا نسعد اللي حوالينا ونسعد الناس كلها، بس بنخاف نسمح لنفسنا بالحب أو نسعد نفسنا. زي أميلي كده، كانت بتساعد الكل بس هي كانت خجولة إن هي تواجه مشاعرها. الفكرة هنا بتمس ناس كتير وتخلي الفيلم قريب من القلب، لأنه بيعكس مخاوف الحب والتردد في الاعتراف بالمشاعر. ومع آخر الفيلم هتحس إنه بيقولك إنك لازم تبقى حريص على سعادتك زي ما أنت حريص على سعادة الناس. الفيلم خفيف ومسلي ومليان سحر، وتحسه فيلم طفولي بريء كده. عشان كده هو فيلم رومانسي حالم وجميل، وترشح لعدد كبير من جوائز الأوسكار، وكسب جائزة سيزر الفرنسية لأفضل فيلم وأفضل مخرج، ودي جائزة كبيرة في فرنسا زيها زي الأوسكار كده بالظبط. نروح بقى للمركز السادس، والمركز السادس هنيجي فيه لمصر في الفيلم المصري سهر الليالي إنتاج 2003. الفيلم من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة. البطولة لحنان ترك، منى زكي، جهان فاضل، علا غانم، شريف منير، أحمد حلمي، خالد أبو النجا، وفتحي عبد الوهاب. أحداث الفيلم بتدور حوالين 8 صحاب، هم عبارة عن 4 كابلز، كل 2 بنشوف تطور علاقتهم اللي في ليلة واحدة بتحصل فيها مشكلة ليهم كلهم. خالد وبيري بتحصل بينهم خناقة كبيرة بسبب خيانة خالد. عمرو وفرح بيتخانقوا بسبب إحساس عمرو إن فرح بتحاول بس إنها تثبت قدام حبيبها القديم علي إن علاقتها بعمرو كويسة وإن هي سعيدة، مع زيادة إحساس عمرو بإنه أقل من فرح، فده بيخلق بينهم مشكلة. والناحية التانية جواز مشيرة وعلي، واللي بيواجه مشكلة كبيرة بسبب الملل والروتين. وعلاقة سامح وإيناس، واللي بيحصل فيها مشكلة بسبب رغبة إيناس في الارتباط، بس سامح عجبه الحياة كده الحرة اللي من غير جواز. فبعد ما علاقاتهم كلهم بتبقى خلاص على الحافة، بنشوف هيحصل لهم إيه من خلال أحداث الفيلم. الفيلم ده جه في وقت السينما المصرية فيه ما كانش فيه إلا الكوميديا بس، لكنه قدم فعلا واحد من أفضل الأفلام اللي اتكلمت عن العلاقات. ده لأنه ببساطة خلى الموضوع واقعي قوي، كل علاقة هتلاقيها واقعية وبتحصل، كل الحوارات واقعية وتلمس القلب قوي، وكمان الحوارات واقعية بالذات في مشاهد الخناقات. وممكن نقول كده أكتر على الخناقة اللي كانت ما بين عمرو وفرح، اللي كانت شبه أي خناقة بين 2 متجوزين، إن كل واحد فيهم بيحاول يظهر إن هو الطرف المستضعف في الحكاية. طبعا أنا عمال بقى أتكلم عن خناقات، وناس هتقول لي طب ده فيلم رومانسي إزاي بكمية الخناقات اللي فيه دي؟ هقول لكم لا، هو رومانسي جدا. تصاعد الأحداث بتاعه لحد ما بنوصل إن الكل بيصالح بعضه، وإن كل طرف بيحاول يدور على غلطته ويصلحها، دي كلها حاجات رومانسية. وكمان الفيلم بيستعرض جوانب كتير من الحب بأبعاده المختلفة، وده اللي خلاه من أحسن الأفلام اللي اتكلمت عن العلاقات من وجهة نظري، لأن رسالته ببساطة بتقول إن كل علاقة بتواجه صعوبات، ولازم كل طرف يبقى فاهم إمتى يتنازل وإمتى ما ينفعش، وإزاي كل طرف من الاتنين يبقى مقدر ده كويس. حاجات كتير في رسائل الفيلم، وطبعا الفيلم كله ايكونيك على بعضه كمان بسبب أغنية سهر الليالي اللي من ساعة الفيلم ده بقت لازم تشتغل في آخر كل فرح. فالفيلم ده عمل حاجات كتير جدا يعني فضلت مكملة معانا لحد دلوقتي. عشان كده بقول لكم من الافلام الحلوه قوي اللي اتكلمت عن العلاقات، واتكلمت كمان عن علاقات الصداقه بشكل ما كانش واضح قوي، لكن كان فيها حاجات حلوه عن الصداقه، زي مثلا علاقه الصداقه بين علي وعمرو، ومن الناحيه الثانيه ما بين فرح وبيري. فيلم لو حد ما شافوش انصحه ان هو يتفرج عليه فورا، لانه فيلم حلو قوي قوي قوي. ونسيب بقى الافلام المصريه ونرجع تاني لافلام اجنبيه. في المركز الخامس فيلم سيتي اوف انجلز إنتاج 1998 من بطولة نيكولاس كيج وميج رايان.
ونيكولاس كيدج ده الوقت اللي كان بيعمل فيه أفلام حلوة وتتشاف بجد، بعيد عن الأفلام الغريبة اللي بقى بيعملها دلوقتي بسبب الديون. وميج رايان كانت في التسعينات هي صاحبة أكتر كمية أفلام رومانسية ممكن تشوفها في حياتك. أي فيلم رومانسي في التسعينات معروف إن هو ميج رايان، وهنشوف بقى هنجيب مين قدامها. لما بقى نتكلم عن فيلم سيتي اوف أنجلز، فالفيلم من أفلام الرومانسية الخيالية بتدور أحداثه حوالين سيث، الملاك اللي بيعيش في لوس أنجلوس، بيقضي أيامه في مراقبة البشر ومساعدتهم في الانتقال ما بين الحياة للموت بسلام، لكنه ما بيقدرش يحس بمشاعر إنسانية زي الألم أو الفرح. وفي يوم من الأيام بيقابل الدكتورة ماجي الجراحة الموهوبة اللي مليانة شكوك حوالين الحياة والموت، وهو بيتابعها وبيحس ناحيتها بحاجة مختلفة أول مرة يحسها، الانجذاب، الفضول، الرغبة في القرب منها، ما كانش عارف. ومع الوقت بيبدأ يقع في حبها، لكنه عارف إنه مستحيل يكون معاها وهو في حالته كملاك. ومع تطور العلاقة بينهم بيواجه سيث اختيار مصيري، يفضل ملاك ولا يضحي بوجوده السماوي علشان يعيش كإنسان مع ماجي بحب حقيقي. وإيه المخاطر اللي هتحصل مع ده، وهل ده هيتحقق ولا لأ؟ ده اللي بنشوفه في أحداث الفيلم. الفيلم ده مميز جدا كفيلم رومانسي عشان حاجات كتير، منها إنها قصة حب فيها لمسة خيالية وكمان فيها فلسفة حوالين الحياة والموت. والسيناريو قدر في أوقات كتير يطرح أسئلة عن معنى الحب والألم وعن المشاعر البشرية. فعشان كده بقول لكم الفيلم ده مختلف، مش مجرد فيلم رومانسي، لا هو فيلم فيه أفكار وفيه فلسفات كتير. وبعيد عن السيناريو كمان الثنائية بتاعة نيكولاس كيدج وميج رايان كانت حلوة قوي وفيها كيمياء جميلة جدا. واللي بيخلي كمان الفيلم ده حلو نهايته ورسالته اللي بتقول إن الواحد لازم يقدر قيمة اللحظة اللي بيعيشها مع اللي بيحبهم، وإن الحب دايما أقوى من أي حاجة. الفيلم قديم شوية بس هو فعلا من الأفلام الحلوة جدا اللي لازم تتفرجوا عليها، لأنه كمان مش من الأفلام المشهورة ولا اللي عليها هايب، فمعظم الناس ما بتكونش عارفة الفيلم ده أو اتفرجت عليه، عشان كده دوروا عليه واتفرجوا عليه. الفيلم حلو وممتع جدا وفيه رسائل رومانسية حلوة. في المركز الرابع الفيلم الأرجنتيني The Secret in Their Eyes، إنتاج 2010، أو زي ما بيقولوا عليه بلغته El Secreto de sus Ojos. الفيلم حايز على جايزة الأوسكار لأفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية في 2010، والفيلم ده واحد من أكتر أفلامي المفضلة في كل الكاتيجوريز بقى، سواء رومانسي، درامي، رعب، أكشن، ده من أفلامي المفضلة. قصة الفيلم بتدور حوالين إسبوسيتو، محقق قضائي متقاعد بيقرر يكتب رواية عن واحدة من القضايا اللي حقق فيها وما قدرش ينساها، وهي قضية اغتصاب وقتل، واللي شاركته فيها إيرين مينينديز، واللي كان جواه ناحيتها مشاعر حب بس ما قدرش يصارحها. وفي خلال رحلته لكتابة الرواية بيكتشف إسبوسيتو تفاصيل جديدة في القضية بتغير من وجهة نظره ليها. إيه هي التفاصيل دي؟ وإيه اللي هيحصل وهو إسبوسيتو بيكتب الرواية هيخليه يغير وجهة نظره في الحياة؟ ده اللي بنعرفه في أحداث الفيلم. طبعا في سؤال دلوقتي يجي في دماغ أي حد، هو فين الرومانسية في الفيلم ده؟ أنت بتتكلم إن فيلم فيه جريمة أصلا. هقول الفيلم فيه جريمة وغموض، بس فيه خطوط رومانسية كتيرة قوي تخليني أقول إنه فيلم رومانسي قوي. الخطوط دي في منها الخط بتاع الزوج اللي مراته تم اغتصابها وقتلها، وقرر إنه يكرس حياته عشان ينتقم لها، وفضل فاكرها طول حياته. أما الشق التاني وده كان الأهم، هو علاقة الحب بين إسبوسيتو وإيرين. كنا بنشوف من نظرات الاتنين دايما حب متبادل، وكنا بنحس من نظراتهم بحب بالذات بشكل أكبر من ناحيته هو، بس الفروق الاجتماعية وطبيعة شغلهم خلته قرر يسكت. وبعد ما رجع تاني بسنين طويلة وشافها لقينا الحب في عينه زي ما هو ناحيتها، المشاعر ما ماتتش. ودي كانت فكرة رومانسية جدا، إن في حب بيعيش حتى لو ما تحققش وقتها. وده اللي بيخليه فيلم مميز، إن رومانسيته مش مثالية، دي رومانسية واقعية جدا، إنه حط خط رومانسي عن الحب اللي بيتأجل وبيتأثر بقرارات أو ظروف معينة. وبرضه نهاية الفيلم كانت حلوة قوي وبتغلف رسالة جميلة جوه الفيلم، هي إن لو عندك مشاعر ناحية حد ما تأجلهاش، اعترف بيها وقولها، وإن الحب ممكن يبقى مصيره مختلف لو الكلام اللي جوانا قلناه وسيبنا اللي عينينا بتقوله يطلع على لساننا. فعشان كده بقول لكم الفيلم ده حلو قوي وفيه مشاهد حلوة قوي زي مشهد الاستاد، وده مشهد ايكونيك جدا هتلاقوه لوحده على اليوتيوب لو دورتوا عليه. والفيلم كله على بعضه ممتع ومن الافلام اللي هتستمتعوا بيها جدا جدا جدا. نروح بقى للمركز الثالث وهو فيلم هير، انتاج 2013.
بطولة واكين فينيكس، إيمي آدمز، وسكارلت جوهانسون. ده من أكتر الأفلام الرومانسية الغير تقليدية، وده اللي بيخليه مميز. أحداث الفيلم بتدور في المستقبل حوالين ثيودور اللي وظيفته إنه بيكتب رسائل. أي شخص محتاج يكتب رسالة معينة ثيودور بيكتبها له بأسلوب حلو وجذاب، والشخص بيحط عليها اسمه. بس ثيودور رغم كل ده هو بيعاني من الاكتئاب والوحدة، خصوصا بعد طلاقه. وفي يوم من الأيام بيشتري ثيودور نظام ذكاء اصطناعي جديد متطور اسمه سامانتا. مع الوقت بيحس ثيودور إن سامانتا كائن واعي عنده مشاعر واهتمام حقيقي بيه، وبيبدأوا يقضوا وقت طويل مع بعض يضحكوا ويتكلموا عن الحياة، وبيبدأ بشكل لا إرادي يقع في حبها، وهي كمان بتبادله المشاعر رغم إن هي مش موجودة جسديا. ومع مرور الوقت بتظهر تساؤلات: هل الحب ده حقيقي؟ هل هيقدر يستمر؟ وإزاي ممكن يستمر أصلا؟ وإزاي وعي سامانتا هيتعامل مع الحب ده؟ وإزاي ثيودور أصلا هيقدر يتواجه مع الناس إن هو وقع في حب ذكاء اصطناعي؟ ده اللي بنشوفه في أحداث الفيلم. الفيلم زي ما قلت رومانسيته غير تقليدية خالص. السيناريو بتاعه محكم قوي وأخد جايزة أفضل أوسكار سنة 2013. ورومانسية الفيلم ده مختلفة زي ما قلت لأنها بتطرح تساؤلات كتير. هل الذكاء الاصطناعي ممكن يحل حتى محل البشر في الحب؟ وبيتكلم السيناريو عن الوحدة والحب والعزلة بشكل فلسفي، وإزاي الحاجات دي بتأثر على مشاعر الإنسان، وفي أحيان كتير بتخليه يروح لأول شخص يديه ولو جزء صغير من الاهتمام، ويحس إنه قريب من تفكيره ويفهمه. زي ما حصل كده وثيودور حب سامانتا لأنها فهماه وبتديه الاهتمام والوقت. ورسالة الفيلم هي إن الشخص دايما بيحتاج حد جنبه، وبيحتاج كمان إن اللي جنبه ده يكون حاسس بيه. وبرضه في مشهد معين في الفيلم مش هقوله عشان حرق الأحداث، في رسالة معناها إن الذكاء الاصطناعي عمره أبدا ما هيقدر يحل محل المشاعر الإنسانية اللي دايما بتكون حقيقية. ممكن يحل محل حاجات كتيرة قوي، لكن عند المشاعر الإنسانية مفيش حد هيقدر يديك مشاعر زي الإنسان اللي زيك. الفيلم حلو قوي والتمثيل فيه حلو قوي، خصوصا من سكارلت جوهانسون اللي بتمثل بصوتها بس طول الفيلم. فالفيلم ده تجربة ممتعة جدا جدا، ويعني رغم ان هو معمول في 2013 لكن تحس ان هو لايق قوي على الايام اللي احنا عايشين فيها دي. فهتحسوا ان الفيلم كأنه معمول دلوقتي، ودي حاجة عبقرية جدا في السيناريو وفي الاخراج كمان. نروح بقى للمركز الثاني، وده فيلم مش مشهور خالص ويمكن يكون ناس كتير ما اتفرجوش عليه، عشان كده انا بقول ان ده ترشيح برضه، وهو فيلم One Day انتاج 2011. احداث الفيلم بتدور حوالين إيما وديكستر اللي بيتقابلوا لأول مرة يوم 15 يوليو 1988 يوم تخرجهم من الجامعة، وبيقضوا الليلة مع بعض. لكن بدل ما بيبقوا كابل على طول بيقرروا إن هم يفضلوا صحاب، وكل سنة في نفس اليوم بيتقابلوا أو بيتواصلوا، وبنتابع حياتهم مع مرور السنين. خلال 20 سنة اللي بيعدوا بنشوف حياتهم بتتغير إزاي، بنشوف حياتهم بتتغير، علاقاتهم بتتبدل، نجاحاتهم وإخفاقاتهم، ومشاعرهم اللي بتكبر ببطء لكنهم دايما بيرجعوا لبعض. ديكستر بيكون مستهتر في شبابه وبيعيش حياة فضولية، بس إيما بتحاول تثبت نفسها ككاتبة، ورغم كل اللي بيحصل بيفضل بينهم ارتباط عاطفي قوي حتى لو ما اعترفوش بده بشكل صريح. هل هيجي وقت ويعترفوا بمشاعرهم لبعض فعلا؟ وهل لو اعترفوا هيقدروا يكملوا ولا لا؟ ده اللي بنشوفه في أحداث الفيلم. قصة الحب في الفيلم ده حلوة لأنها بتعبر عن العلاقات اللي بتتطور بمرور الزمن، مش الحب اللي بيحصل فجأة. بيورينا إن الحب مش بس مشاعر قوية لكنه ذكريات ومواقف وصداقة قبل أي حاجة. وبيأكد إن في ناس بنحبهم بس ممكن نخسرهم لو ما اغتنمناش الفرصة والوقت المناسب اللي نقول لهم فيه إننا بنحبهم. وده بيخلي الفيلم مؤثر جدا وعاطفي. ويمكن من أحسن الحاجات في الفيلم ده رسايله اللي بتورينا إن الحب مش مثالي، بالعكس ده مليان لحظات صعبة، مشاكل وانفصال ولحظات فقدان، لكن رغم كل ده بيكون أقوى من كل حاجة، وإن الحب مش دايما بيجي بسهولة. فيلم حلو قوي، هو يعني هتحس إنه هو ممكن يخليكوا تعيطوا شوية، لكنه فيلم حلو قوي قوي يستحق المشاهدة، خصوصا إنه فيلم مش مشهور ومحتاج فعلا إنه ياخد حقه. أروح بقى للمركز الأول، وهو فيلم مش مشهور برضه، وهو فيلم روبي سباركس إنتاج 2012. بطولة بول دانو وزوي كازان. بتدور أحداث الفيلم حوالين كالفين، المؤلف الشاب والمشهور الناجح اللي بيفقد الإلهام في يوم من الأيام ويجيله مايند بلوك وما يعرفش يكتب بسبب معاناته من الوحدة. وفي يوم من الأيام بيكتب شخصية بنت خيالية اسمها روبي سباركس،
وبعد ما بيكتب كتير عنها بيصحى في يوم من الأيام بيلاقي روبي سباركس عايشة معاه في البيت، وبيفتكر كالفين إنه اتجنن في الأول، بس بيكتشف بعد كده حاجة خطيرة، إن روبي سباركس حقيقية وإن الكل شايفها. ده حصل إزاي وعلاقة روبي وكالفين هتنجح ولا لأ؟ ده اللي بنشوفه في خلال أحداث الفيلم. الفيلم ده من أحلى الأفلام الرومانسية اللي ممكن تتفرجوا عليها، مش بس عشان قصته المختلفة، لأ ده عشان تناوله لفكرة الحب نفسه، إن الإنسان دايما بيدور على نصه التاني وبيبقى معلي سقف توقعاته فيه، وده اللي ممكن يخلق له مشكلة. وكمان رسالة الفيلم الجميلة إن الحب لوحده مش كفاية، ولازم نبقى فاهمين إن الطرف التاني هو كمان له حقوق، ومن حقه يكون هو كمان ليه مساحته اللي تخليه قادر إنه يعيش. فيلم حلو قوي هتنبسطوا بيه جدا جدا جدا، وهيبقى ليه حلقة مخصوص هنتكلم فيها مع بعض في البودكاست هنا. فقبل ما أعمل الحلقة ياريت كلكم تتفرجوا على فيلم روبي سباركس، علشان لما أعمل الحلقة تبقوا كلكم اتفرجتوا عليها ونتناقش فيه سوا. وبس كده، دي كانت حلقتنا عن أحسن أفلام رومانسية وأحسن أفلام اتكلمت عن العلاقات. رشحوا الأفلام الرومانسية المفضلة ليكوا واحكوا عن قصة حب في فيلم أثرت فيكم بجد. شاركوني برأيكم في الكومنتس على اليوتيوب أو ناقشوني في الحلقة على الأكاونت بتاعي على فيسبوك، إكس، تيك توك، واستنوني في حلقات تانية من البودكاست المفضل ليا عشان بكلمكم فيه الكتابة فكرة. وسلام عليكم. بودكاست الكتابة فكرة، تقديم وكتابة عادل أبو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت، روان محمد، يوسف باسيلي، وشكر خاص لحبيب حجاب وكارمن السراج. واستنوني في حلقات تانية من بودكاست الكتابة فكرة.